الممثلة والفنانة العراقية جوانا كريم، مساء الخير عليك عبر ميوزك نيشن. مساء الخير عليكم ومساء الخير على ميوزك نيشن كمان. جوانا لشكل الليلة قدمت جائزة للفنان الإماراتي منصور زايد، فخبرينا شوي عن أجواء الحفل عموما، قد ايه لقيتي هذا الحفل مهم الليلة حفل الميراكس؟ شوف الميراكس دور هو من الحفل ومن المهرجانات اللي تكون جدا جميلة، واي انسان يفرح يكون هو متواجد فيها، خاصه هالكم الهائل اللي انت شايفه من الناس، من الحضور، من الفنانين. فشيء جدا جميل انه يدعوني لحتى اجي اسلم جائزه. انا اول فنانه يعني كممثله عراقيه اجي على المهرجان، وانا انبسطت كثير لما دعوني وعرفوا انه انا موجوده في بيروت، وجيت عشان اقدم الجائزه لمنصور زايد. هو صراحه يعني لما قالوا لي فنان يستاهل، لان في فتره قصيره قدر يثبت نفسه، صوته جدا جميل، حضوره جدا جميل، وان شاء الله الله يوفقه. متعلقة بفستان أكثر مميز، خلينا نشوفه بداية. خبرينا هيدا الفستان شوي من تصميمه. اليوم اهتم باللوك تبعي عبد محفوظ الديزاينر المعروف اكيد الفستان، الجورة عاد الشعر، المكياج حمادة، مجوهرات كارتيه. لما دخلت يقولوا لي جوانا انت شلون لابسه هيك مجوهرات قيمتها $500,000 وداخله على المكان؟ أو تخافي على حالك؟ لا صراحه جايبه سياره وراي ثانيه. لا اكيد يعني ما شاء الله، يعني لبنان بلد امينه، اوكي في شويه مشاكل بس لا بالعكس بالنسبه للامان بلد جدا امين. شو عم بتحضر جديد؟ اعمال جديده، شيء جديد جوانا كريم؟ اعمالي جديده، عندي مسلسل هوامير الصحراء لروتانا خليجيه صورته خلصت الجزء الرابع. عندي السلطانه، هذا اضخم انتاج سعودي صورناه بالرياض وراح نصوره بروما وبإيطاليا، وكان تصوير كمان ببيروت وبدبي. كمان عندي غزل البنات سويته خلصته. ايه وفي عندي ان شاء الله غنية تراثية عراقية راح انزلها قريبا ان شاء الله. كلمة ختاما جوانا لميوزك نيشن. ميوزك نيشن من المحطات الصراحة اللي أنا هواي أحب أتابعها على الإنترنت، وخاصة أوجه تحية للأستاذ خالد آغا اللي كان اليوم الصراحة هو كنت أنا وياه جاي أقدم اليوم هو القصة كلها أكيد ختمنا إحنا الحفل، يقول لك وختامها مسك، فختمت أنا وياه الحفلة اليوم. والحمد لله والشكر يعني، وثانك يو لكم، وإن شاء الله نبقى على تواصل. شكرا لك، ثانك يو.